السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل وصباح الجمال، صباح الهنا على أجمل عين متابعين. النهارده بقى إن شاء الله راجع لكم يوم جديد وفيديو جديد. عايزة أقول لكم إن أنتوا بتوحشوني جدا 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 والله، وأسفة جدا إن أنا غبت عليكم الكام يوم اللي فاتوا دول، بس كان في كده شوية عارفين حاجات كده بسيطه، فالحمد لله عدت على خير، وربنا كده يا رب كده يبعد عننا وعنكم كل شر وكل اذى يا رب، اللهم امين. فالنهارده بقى كده قلت بقى نشجع كده مع بعض، وارجع كده بقى كده بروتين حلو وفيديو حلو وكلامكم الجميل اللي بصوا والله دايما كده بيديني طاقه ايجابيه وحماس. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه كبيره في حياتي. النهارده بقى هنعمل كده شويه حاجات وبتاع، وجايبين برضو كده شويه حاجات جديده عشان بس ايه، بصوا عارفين نفرفش كده الدنيا. انا بصوا يعني انتوا دلوقتي هتشوفوا معايا الفيديو للاخر، بس عايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير او على فيديو النهارده، وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتعجبني وتسعد قلبي وتفرحني. ربنا يا رب يديمكم نعمه كبيره في حياتي ويخليكم ليا. ويلا بينا بقى كده نشوف هنعمل ايه في فيديو النهارده، ونتابع كده مع بعض النهارده، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. شوف بس الكيلو فيه احمد كل يوم يجيب فيه بالليل، اقول له يا احمد ما تكترش ما تزودش عشان الكيلو بينشف. فانا ايه بجمعه كده مره واحده واروح حاطاه في الفريزر شايلاه على طول. طبعا ايه ناس كتير عماله تقول لي شو انت ما بقيتيش تنزلي فيديوهات زي الاول، مش يعني انت غلط كده برضو غلط. طبعا التاثير ده طبعا عندي على القناه، ولكن والله يا جماعه انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ايه، عارفين الحاجه اللي هي تبقى دايما مفيده وهي اللي كويسه هي اللي انا طبعا انا اقدر اتكلم فيها او ان انا اقدمها لكم واتشجع معاكم فيها. فربنا يا رب كده يهدي النفوس ويصلح الحال ويقرب يا رب كده كل اللي فيه خير. انا عايزه اقول لكم والله ان اليومين اللي فاتوا دول او الفتره اللي فاتوا دول كميه ضروبات كده اخدتها، فاللي هو عارفين فالحمد لله. اللي هو انا بحب ان انا مثلا لما اقع اقوم اعمل يحصل اي حاجه عندي مثلا ظرف او كده، طبعا بتوكل على ربنا وكل حاجه، ولكن ببقى مضغوطه نفسيا. اللي هو ايه ممكن تلاقوني ما اقصر في التصوير، اقصر في الكلام. يعني انا ما بحس ان انا مش عارفه اتكلم ولا عارفه اسجل ولا عارفه اصور اصلا حاجه لما بيكون في عندي حاجه، فاهمين بقى؟ ما اعرفش، بحس ان انا مش هيبقى في دماغي. مالك يرتاح اهو، هي اللي تعبانه. مالك يا جوجو ما تضرباش يا جنى. فعارفين هو ده بس اللي انا والله بتكلم فيه. غير كده هتلاقوني كده بطلع لكم وبديكم كل طاقه ايجابيه وكل تشجيع وكل حماس، لان حاجه زي كده انا لما اتكلم فيها بحس ان هي مش هتفيدني ولا هتفيدكم بصراحه بحاجه. يعني بصراحه يعني ولا هتفيدكم ولا هتفيدني. طبعا انتوا اخواتي وعلى راسي من فوق، فربنا يا رب كده يمنع عننا وعنكم كل شر وكل اذى يا رب، اللهم امين. فيلا بقى كده نشوف هنعمل ايه. نبدا بقى في فيديو النهارده كده عشان بس الوقت ما يجريش مننا. بس فانا دلوقتي بقى ايه هغير كده الدنيا واشيل المفارش دي والحاجات دي كده كلها. ايه يا جوجو هتساعديني؟ اه طبعا، ما انت شايفه الدنيا عامله ازاي. لمي بقى انت كل حاجتك دي كده في الباسكت بتاعك، ماشي؟ لمي بقى يلا الملازم بتاعتك دي كلها، يلا يا جنى. ويلا بينا نبدا يومنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف كده هنعمل ايه مع بعض. وزي ما شفتوا بقى طبعا جانا دخلت تنام، قلت لها خشي انت بقى ايه يعني انتخي كده وريحي شويه هي ورتال برضو، علشان طبعا كانوا لسه راجعين من المدرسه، فما خليتهاش بصراحه تعمل اي حاجه معايا. قلت برضو عشان تريح وتقوم لو في درس عندها او تحضر بقى لمذاكرتها بتاع، فيعني ما اشغلهاش. انا كنت بتدلعها بصراحه يعني وبهزر معاها، لكن هي والله بتساعدني وبتعمل كل حاجه هي ورتال ما شاء الله عليهم. فاللي هو بص برضو يعني عارفين توضيبنا غير توضيبهم. المهم لميت بقى كل الحاجات عندي هنا على السفره، واللهم صل على النبي. دخلت بقى كده جبت الفوطه بتاعتي اللي هي بتاعت المرايات والازاز والحاجات دي حلوه قوي. انا بس بليتها شويه ميه، وكمان بحط فيها يعني برغيها شويه كده بالصابونه بتاعتها اللي هي الخضره اللي بتبقى جايه معاها، وبشطفها بعد كده من اي اتربه، وبعدين ارجع تاني المع بقى مثلا النيش عندي، الازاز، المرايات اللي عندي بره على البوفيه، او اي حاجه بصراحه، ازاز ترابيزات كده. المهم بتبقى حلوه قوي بصراحه. رجعت بقى هنا عندي الزرعه كده بتاعتي، وعايزه اقول لكم ان انا بصراحه كنت بدور على شويه حاجات كده ناقصاني في البيت. انتوا عارفين بقى دخلت الشتاء، فطبعا لازم كده تروقي على البيت، مثلا مفروشات، حابه تجددي مثلا تعملي ستاير، تعملي بديل سجاد، حابه مثلا تجيبي مفارش للركن عندك او للصالون او للانتريه ايا كان يعني عامه، او مفرش مثلا كفر
للسفره بتاعه الكراسي بتاعتك. المهم يعني احنا بنحب كده نجدد ونغير وبنعمل كذا حاجه كده. فانتوا عارفين احنا ستات كده ايه، يعني عندنا طولة بال بصراحه والله. فربنا يعيننا كده ويقوينا. المهم ان احنا بصوا يعني ما تحرميش نفسك من حاجه والله بجد. الحاجه اللي انت شايفاها اللي هي مفيده كويسه ليكي ولبيتك وهتنجز معاكي طبعا. احنا يعني بصوا انا بنسى نفسي بصراحه لما بكون مثلا عايزه اشتري حاجه او في نفسي في حاجه بتبقى للبيت، اللي هو يعني حاجات هستخدمها للمطبخ بتاعي كتصوير كده. فطبعا ربنا يا رب كده يقوينا ويعيننا ويرزقكم يا رب ويوديكم يا رب كده كل اللي انتم محتاجين. فالتغيير بصراحه يعني التغيير مطلوب، حتى لو انت مش هتكلفي نفسك وتعملي توضيبات او هتعملي حاجه والناس اللي هتقولي لا يا شروق احنا تكلفتنا او ان احنا على قدينا وبتاع، مش شرط والله. انت الحاجه اللي مش معاكي دلوقتي مش متوفره مش شرط تجيبيها، ممكن تجيبي اي حاجه تانية بسيطه او اي حاجه. او يا ستي تعدلي مثلا ركنه تشيلي تعدلي مثلا تشيلي كرسي تحطيه مطرح الكنبه، تغيري التقسيمه، تغيري المكان الواجهه، تعملي اي حاجه اللي هو عارفين تغير كده بس من روحنا المعنويه شويه. وزي ما انت شفت انا طبعا هنا عامله تغيير عندي في الريسبشن بصراحه، في الراحه وفي الجايه مخيلني يعني مخليني كده حاسه ان انا في حاجه جديده في البيت بشوفها. فبصراحه جميله جدا. وانتوا كلكم قلتوا لي لا في الكومنتات جميل يا شروق التغيير وبتاع، ووسع معاكي كمان. وناس كتير بقى تقول لي يا شروق النيش ملوش لازمه عندك، يعني ملوش 3 لازمه عندك اصلا خالص. ولكن انا مش عارفه يعني والله يا جماعه. بصوا انا يعني الحمد لله انا قلت بس كده المها، وكان الطقم كله على بعض كان عاجبني بصراحه، سواء البوفيه ولا السفره ولا المرايه بتاعتها ولا النيش. هو النيش بتاعه محندق وحلو، والخشب بتاعه بتهيألي ماشي مع الخشب اللي انا حطاه كديكور في المطبخ، فحلو بصراحه. هنا بقى خلصت كده وكنست تحت السفره وكنستها كويس ومسحتها برده بالمساحه الموب اللي عندي، عشان طبعا ايه مطرح فطار مطرح غدا مطرح عشاء، سواء ممكن حاجه تقع ولا حاجه. ساعات برضو انا بفرش المفرش اللي هو الاكياس بتاعت الاكل اللي على السفره، فبلمها على طول واشيلها وخلاص. على كده بتبقى برضو السفره عندي نظيفه وزي الفل. بس ممكن بقى العيال يوقعوا حاجه بتاع. وساعات برضو اكترية اوقاتنا ممكن ساعات نقعد نفرش على الارض وبنتغدى ونفطر او اي حاجه. المهم دخلت بقى كده رجعت المرايه بتاعت اوضه الاطفال جوه في مكانها، لاني ما اعرفش جانا ولا رتالي كانت زقاها وسايبه كده كام درج مفتوح والستاره كانت مفتوحه. فقفلت لهم بقى ايه الشباك وقفلت لهم الاضاءه شويه عشان يناموا، ورجعت كده كل حاجه في مكانها. وبس جانا اللي نامت، وكانت رساله هي اللي كانت لسه صاحيه قاعده معايا لسه ما نامتش. وقلت بقى ايه خلاص الاوضه ما فيهاش اي حاجه غير بس ان انا هكنس بالمكنسه. فقلت هكنس بقى واشيل الحاجات دي كلها اللي عندي بره واخلي الكنس كله مع بعض. يعني همشي كده بالمكنسه في الشقه للناس يا جماعه اللي عماله تقول لنا يا جماعه انتم ليه ما بتحبوش الناس بتوع مصر دول ما بيحبوش يعني المكانس. ليه نفسي اعرف المكنسه يا جماعه احنا بنطلعه كل حاجه وبنشتغل بيها، ولكن في الاوقات اللي فيها مثلا يعني روتين عميق او كنس فيه بقى حاجات ممكن لا قدر الله تدخل في الخرطوم تسد حاجه بتاع غالبا بصراحه. ولكن احنا طبعا بنطلعها على طول وبنستخدمها وبنمشيها كده. بالعكس دي بتستاهل علينا حاجات كتير ومفيده وكويسه والله. عشان بس عايزه اقول لكم ان كذا يعني تعليق بصراحه جالي كتير قوي، انتوا ليه مش بتحبوا تطلعوا المكنسه، ليه ما بتكنسوش بالمكنسه، ليه مش عارفه ايه. فهنكنس بقى كده ونشفط الدنيا ونمسح برده مسحه خفيفه كده شويه من يعني بالمساحه اللي هي الموب اللي معانا دي. انا همسح كده كل السيراميك اللي باين عندي من ناحيه مثلا بديل السجاده او اي اللهم صل على النبي مشايه مثلا مفروشه او حاجه حتى لو في اوضه البنات جوه. بس ايه يعني هخلي كده كله مع بعض. انا قلت بس هشيل الكفر او المفارش اللي انا فرشاها هنا عندي على الركنه كانت مش نظيفه، فنفضتها كان فيه طبعا قشر لب وحاجات وطبعا فشار. فقلت طبعا ايه هنفض كده واشيلهم واحطهم في الغساله. وطلعت عندي بقى المكنسه اهي زي ما انتم شايفين. قلت بقى اكنس كل الكلام دوت. وانا عندي يعني بصوا عايزه اقول لكم والله محافظه عليها على بديل السجاد دي من ساعه ما جات لي. يعني كل شويه بنكنس كده وبنروق ونظبط الدنيا. بس انا قلت بقى النهارده افتح كده بقى الكاميرا معاكم واتشجع، لان بصراحه بقى لي كتير قوي ما بصورش معاكم، وانا والله يعني حقكم فعلا عليا. بس الحمد لله ربنا كده يا رب يقدم لكل اللي فيه الخير ويمنع عنكم يا رب وعننا كل شر وكل اذى، ويحميكم يا رب كده من كل حاجه وحشه، ويحمي بيوتنا يا رب كده واولادنا يا رب كده في احسن حال. زي ما انتوا شفتوا بقى هنا خلاص هديت بقى الدنيا وبقيت اطفي كل الانوار، لان طبعا ايه عشان بس خاطر كمان الدبان ما يتلمش معايا والكلام ده كله. حتى الليد اللي عندي في الطرقه دوت واللي جوه في المطبخ هطفيه بس برضو دلوقتي. وكده الحمد لله الدنيا عندي زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا عندي اكل جوه في الثلاجه في العلب هطلعها واسخنها، والحمد لله ما كنتش هقف كتير في المطبخ النهارده ولا اعمل اي حاجه، ولا عندي بقى غسيل مواعين ولا اي حاجه. طبعا الصفايه اللي هناك دي كان فيها شويه بواقي كده مواعين، قلت ايه برضو هشيلهم برضو عشان ما يعملوش كده
مركبه عندي، وكل حاجه الحمد لله البوتاجاز زي الفل، والرخامه عندي زي الفل ونضيفه. انا بس ايه كنت رش على كده شويه كلور، وبديها مسحه برده، وبخلي بالي من هدومي عشان طبعا عايزه اقول لكم الحاجات دي بتبقى معايا وبتبوظ. انا عندي العبايات كلها يعني يعتبر كلها باظت، كلها مثل عامله كده من الكلور، فطبعا باظت. يعني الحمد لله. فخلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم، انا بحذركم عشان بس الرخامه دي هي طبعا يعني عيبها ان هي ما بتتمسحش وما بتنضفش غير بالكلور. يعني نسبه الكلور حاجه بسيطه كده، ومع شويه مثلا خل او ميه، يعني خل وميه لو انت مش هتحطي كلور، فاهمين؟ فعشان بس ايه حد قال لي كده وحد قال لي كده، فالاتنين مع بعض لا طبعا ما تحطيش الكلام ده عشان ما يتفاعلش ويعمل حاجه غلط لا قدر الله. ماما بصي عملت ايه؟ عملت مكياج ليه؟ عملت مكياج ده اللي انت فالحه فيه. ويلا بينا بقى، تعالوا كده باخدكم معايا واوريكم كده شويه المشتريات، الحاجات اللي انا جايباها. عايزه اقول لكم بصوا، دي اهم فقره واحلى فقره بحبها بصراحه. يعني في بدايه كده الشتاء او في بدايه اي موسم جديد، بتحبي ان انت كده تروقي على نفسك وتروقي على بيتك بشويه مشتريات حلوه وحاجات كده لزوم البيت. وعايزه اقول لكم اسعار وحاجات حلوه جدا جدا جدا، وحاجات بقى رفايع المطبخ خاصه من عشاق يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي. بلاش اتكلم كتير، انزل بس ايه كده عشان اوريكم حاجه. امال ايه؟ عشان احنا جايبين حاجات، شويه حاجات لازم نديها فعلا حقها، وانتوا دلوقتي هتشوفوا وهتقولوا لي تحت في الكومنتات يا شروق انت ذوقك 100 100. تمام؟ يلا بينا بسم الله. اول حاجه بقى انا جبت طقم التوابل الكيوت القمر دوت، بصوا خشبي تمام، شكله حلو قوي. دول كده قطعتين اهو، هيبقوا حلوين قوي. وطقم بقى ايه بصوا الحاجات اللي عندي دي، هتعامل وهعمل كده شويه ايه حاجات كده واروق على نفسي بيها. سفره مثلا عندك. تاني حاجه بقى جبت برضو المعلقه اللي هي المعياره دي، حلوه برضو الصغيره دي، عايزه اقول لكم حلوه جدا بصراحه. بس كده دول كده كان اول حاجه نسيبنا منهم. خلينا ايه يعني سيبنا من التقفيل. بصوا بقى الاطباقه والصواني الامارات دي، شايفين دي طبعا يعني يعتبر ترندي على كل اليوتيوب او الفيسبوك وكله. حلوه قوي بصراحه، عجبتني، كنت عايزه اشتغل فيها، فجايه بالقطعه طبعا ماشي. فجبت الصينيه دي قطعه واحده. والاسعار والله ما فاكره بالظبط بالتفاصيل، بس عايزه اقول لكم الاسعار حلوه جدا. بصوا جبت الطبقين دول لشويه بقى مخلل، حاجات كده مثلا سناكس بتاع حاجات مكسرات، هتبقى برده شكلها حلو برده، وفي التقديم وفي الغرفه تبقى برده حلو. دي برده صنايتين بصوا مختلفين، يعني دي وسط تمام، والصغيرين دول كده يعتبر اصغر حاجه. وطبعا لما نشتغل بيها ونحضر بيها الاكله كده فكل حاجه تبقى تمام. فده كده بالنسبه لاول حاجه. مالك يا احمد في ايه؟ مش عارفه، حاسه ان انت جازز كده. مفيش والله، انت مروقه على نفسك خالص ومش هين عليك حتى تعملي لي كوبايه من وانت بره على فكره معايا في العربيه واحنا رايحين في الطريق، وهو جازز على نفسه كده. المشوار ده بيبقى يعني بحس ان هو بيبقى تقيل على قلبك شويه جدا. بتصرف صح؟ المشوار ده بيبقى تقيل على قلبي جدا. طبعا. بس ايه رايك في النزاهه والحلاوه دي؟ كوبايه شاي بس عشان دماغي مصدعه. حاضر، احلى كوبايه شاي. يلا قوم بعمل لنا كوبايتين شاي انا وانت. ادي اللي باخده منك. لا بجد والله تعالى. والله ادي اللي باخده منك، انا هقوم اعمل شاي لنفسي عشان عارف انت متعبه. بس كده ريحتي نفسك. مع ادوات مطبخك وثلاجتك وبوتاجازك وغسالتك. بصوا ايه رايكم في الامارات دول؟ ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه رايكم؟ صحه وسعاده وخير. والله ايه رايكم في الامارات دول؟ لا والله العظيم حاجات جميله قوي. بصوا دول طبعا 3 كده زي ما انتم شايفين للمكسرات بقى الحاجات برضو. بصوا هيبقى ليها حاجات كتير قوي، شويه طحينه شويه سلطه، هتبقى حلوه جدا. بصوا هو طقم كده، فانتوا ايه هتقولوا لي في الكومنتات، انا عارفه حبايبي واخواتي. شربي معايا شاي؟ يا ريت الله يبارك لك. لو توحه هنا بقى كنت شربتها انت كمان معاك شاي. توحه روحه. بصوا بقى كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها معايا دي يا جماعه النهارده والله بجد حاجات رفايع المطبخ، وحاجات فعلا مستفيده، وحاجات بصوا من اللي هي منجزه دي، مش هتاخد معاكي وقت، وحاجات برضو ايه انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. تمام. بصوا بقى دي كرتونه دي فيها ايه؟ فيها فيه. ماشي. عيله بارده غرمتنا. لا بس قابلنا ناس كتير امبارح. ايه رايك؟ الصراحه كنا في النزهه امبارح يا جماعه، وعايزه اقول لكم قابلنا بقى شويه ناس كده متابعين جمال بصراحه، ناس سكر بجد. انا متابعيني عسل، ناس جميله كده بجد والله العظيم. يعني دي طبعا صفايه بتاعت الزيت اللي انت بتحطيها. كلنا مش يعني اللي احنا كلنا بنعمل ايه، بنحط الطاسه بتاعتنا اللي فيها الزيت اللي بعد القلي والكلام ده، ممكن ترميها كده في الفرن عامه. تفضي فيها الزيت، ودي طبعا المصفى بتاعتها، ودي القاعده بتاعتها عشان خاطر ما تبصمش معاكي ولا تعمل اي حاجه. والزيت معاكي هنا يبقى نقي كده وحلو وسليم، ويقعد معاكي 100 100، والغطا بتاعه اهو.
تمام حلو قوي. طبعا احمد اول ما شافها جري عليها، انا ما كان هو طبعا اللي شافها قبل انا مني. ما عجبني الا الباسكت ده. طبعا عسل. شكله تحفه. حلو الباسكت ده. طب ولا ده بقى؟ يعني ده ولا ده؟ ده ب 50 جنيه، تخيلوا سعره. ده بتاع اوضه الاطفال. ده بقى معمول عشان خاطر بصوا هو ليه طبعا البصمه كده تتفتح على طول. ده باسكت طبعا لا غرفه نوم ولا اي حاجه ولا اطفال ولا اي حاجه. ده مثلا لو انت قاعده كده على الكنبه بتاع مريحه بقى لزوم الشتاء وكده وبتاكلي لب وتقزقزي لب وبتاع. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت هناك بسال والله زي اي حد في المكان يعني بيستفسر ده بتاع ايه بالظبط. يعني مش من النفس انا فاهمه. فقالوا لي ايه بقى؟ قالوا لي ده بالتسالي والحاجات دي كده فاهمين. بس فعجبني بصراحه. الواحد كان ب 50 جنيه جبت اتنين. واحد ليا وواحد لاحمد. بصوا بقى البخاخه دي نشيل بس دول كده على جنب. البخاخه دي بتاعت طبعا الزيت عشان ايه؟ بصوا خامتها حلوه قوي طبعا ازاز. نحط فيها الزيت نفضيه ونبخ مثلا لو انت بتحطي في طاسه او يعني عايزه حاجه بسيطه بس للدهان. حلوه معاكي قوي. تمام اهي. سعرها برضو كان مش عارفه في ايه يا بنت بتبصي لي كده ليه؟ مالك عليك زي ما انت شايف. ماشي. بصوا بقى انا اجدع منك. ليه؟ 100 100 يا ابو جنى. عملت شاي نفسي شوفوا. وعملت لك معايا. يعني مروق عليك اهو. حبيبي والله. عينك مغرماني امبارح. ما تحرمش منك يا غالي. احنا شفنا ده كده خلاص أسرع هنشيله. فقرة المشتريات بالنسبة لي يا جماعة والله. يا احمد ما تقولش كده يا احمد. الناس واخدين فكره حلوه عنك وما تخليهمش يزعلوا لا منك. لا طب فكرة حلوة عني خالص. غلط المعلومة دي. مش انا خالص. تمام. دي بقى بالنسبه للحاجات اللي انا جبتها. خلي ده كده على جنب. احلى كوباية شاي. الله يبارك لك ويخليك. ما تحرمش منك ابدا. مروق تعالى عليها كده أهو بص بقى. قدامك أهو. تعالى كده بص الكوبايه دي انت ما شفتهاش طبعا واحنا بنشتريها. ده كان لا. واقف على الكاشير بره في الاخر وانا عماله الفلف بقى كده بالعربيه. المكان اللي كان لسه مفتوح عند التوربيني كان لسه مفتوح الافتتاح بتاعه. وبعدين ما اعرفش حصل دربكه كده وبعديها بكام يوم انا رحته. فالمهم ما علينا. المهم بصوا بقى الكوبايه دي. احنا هنسيب لكم اللينك بتاع المحل ده برضه تحت يا جماعة في الكومنتات. اسعاره فعلا رخيصة جدا. جدا. جميلة. الكوبايه دي ب 50 جنيه والله العظيم يا جماعه. جبت منها 2. دي بقى للعصاير اللي ميه. حلوه جدا. هي طبعا ازاز اهي زي ما انتم شايفين. جبت منها 2 اهي. الاسعار هناك ضرب نار. جبت منها 2 وقلت يعني انا ما اصلا الحاجات هناك كانت ما فيش كله كان بيشطب اصلا في المحل. يعني ايه بيشطب؟ بيقفل بدل عشان احنا كنا رايحين متاخر. جبت الكوبايتين دول. ايه رايك؟ واحده ليك وواحده ليه. تمام بس كده. دول بتوع ايه؟ دول بتوع التوابل بقى بهارات كده لو احنا قاعدين على السفره. ازاي بتحط فيها توابل ازاي؟ يا بنتي وريني. افرض انت مش موجوده وحبيت اعمل اكل. مين ده اللي بيعمل؟ طبعا. انا شيف ولا مش شيف؟ طبخت لكم لحمه ببصل ولا لا؟ قلتوا لي يا شروق حاولي تجيبي كده زرعه تحطيها جوه في البلكونه في الحاجات المقسمات اللي انت حطاها دي. هتبقى ديكور برده حلوه وفي نفس الوقت هي برده بلاستيك وخامتها حلوه قوي. دي سعرها كان متهيألي 39 جنيه. اهي 39 جنيه. جبنا منها كذا واحده. كان حلو قوي في الادوار كده. بصراحه احمد هو اللي فكرني بيها. ولما شفنا ما كنتش راضيه تجيبيها. ما انا اقول لك جبت 2 قلت لها لا زودي عشان البلكونه. ب 39 39 جنيه ببلاش. يعني سعرها حلو الصراحه. امال زعلان ليه يا احمد؟ انت زعلان ليه؟ لا الحاجات الصراحه كل الحاجات دي الصراحه مش بفلوس بامانه والله العظيم. تعالى بس كده عشان تبان في الكاميرا شكلك مش طالع. كلها مش بفلوس. هو الصراحه والله عامل عرض كان وعامل عروض مكمله اسبوع يا جماعه بجد والله. الحاجات دي كلها ما كملتش معانا ال 900 جنيه مثلا ولا ال 1000 جنيه بالظبط بصراحه. والله بصوا انا مش زعلان بسبب كده يعني. بصوا الفرشتين دول بتوع طبعا ايه تنظيف الحاجات اللي هي ايه اللي جنب تحت الحوض بتاع عند الحوض. تحت الحوض اللي هو في الرف اللي هو بيبقى الوحده اللي تحت دي. الحاجات اللي ممكن الاماكن اللي ما تعرفيش توصلها في التنظيف بتبقى حلوه قوي. دي سعرها كان متهيألي ب 20 جنيه او اقل 15 مش فاكره. ما تيجي تكمل معانا الاسعار يا ابو جانا. انت فاكر الاسعار بس صح؟ بس مش فاكر ايه هي الحاجات. براحتك. دي بقى العليقه بتاعت السبونشه بتاعت المواعين دي. ممكن بقى تتعلق. بصوا كده شايفين؟ بصوا فكرتها ممكن تتحط في الحيطه زي سيليكون كده. بصوا بتتلزق على طول. السبونشه بقى انا جبتها حلوه قوي احسن من دي. انا اللي جايبها لها وربنا يا جماعه. فين هي؟ اهي بصراحه دي اللي جبتها جامده جدا. بصوا روقت عليها اهو. سمايل وحاجات تحفه. بصوا ايه رايكم؟ جميله دي الصراحه. تحفه جميله جدا بصراحه. انا هبهركم دلوقتي يا جماعه والله بجد. بصوا بقى الكلام اللي جاي دوت. طبعا الترابيزه دي او صينيه العشاء دي انا كنت بشوفها في كل الجروبات باسعار والله.
دي ب 139 جنيه اهي. بصوا فكرتها حلوه قوي وجميله وسعرها طبعا مناسب جدا جدا. نشيل بس الحاجات دي عشان نعرف نوسع الدنيا. بصوا دي بقى ممكن تحطيها كده عندك مثلا على الارض، ممكن تحطيها على السرير مثلا لو حد تعبان ولا حاجه لا قدر الله. اما عمرك عملتيها معايا جبت لك فطار على السرير؟ هي مره واحده بس. عمرك عملتيها؟ طب ربنا عشان خاطر اول جوازنا بصراحه، كان في اول جوازنا يا جماعه عملت هخليكي تفطريني بكره على السرير. ماشي من عينيا يا ابو جنى، وانا قاعد من عينيا والله. بالصينيه دي والله انا كنت لسه بشكر فيك في اول الفيديو بقول ابو جنى لا مش حنين وطيب وجميل، صح ولا لا؟ ما كنتش على السرير انت حره. ماشي حاضر. احلى فطار يا ابو جنى يجي لك على السرير جوه بالصينيه دي. بالصينيه دي ماشي تمام. افطر بيض وفول وطعميه كمان يوم الجمعه بقى، بطاطس يوم الجمعه ان شاء الله يتحطوا على الصينيه يوم الجمعه. سلطه، والسلطه اهم حاجه، اهم من الاكل. قول يا جماعه كده عليها في السلطه. المسطره القمر دي، فاكرين المسطره بتاعتي اللي انا كنت معلقاها في المطبخ بتاعتي زمان، اللي هي كانت السودا دي اللي بتحطيها مثلا كده وتحطي عليها المجات والحاجات الزرع القمر ده. انا جبتها عشان انا بصوا يعني انا كنت ناسيها فعلا، هتبقى مديه برده منظر حلو عندي وماتشنج جامد مع البوتاجاز بقى والخلاط بتاعي والفرن بصوا كل حاجه عندي كده جهاز اسود حلو عليه، جهاز اسود يا نهار ابيض. بس كده نشرب بقى كوبايه الشاي. وده كده كان يومنا النهارده وفيديو النهارده وكل المشتريات القمر كده، الحاجات اللي انتوا شايفينها دي حاجات فعلا والله العظيم مفيده جدا، وانتوا هتقولوا لي تحت في الكومنتات وانا واثقه ومتاكده وعارفه ان انتوا هتقولوا لي لا تسلم ايدك يا شروق، فعلا الافكار جميله وحاجات فعلا مميزه وحلوه. وبصوا يعني جميله بصراحه، خاصه دي يا جماعه، دي اللي بتاعت الزيت. بصوا حتى شايفين الشكل بتاعها يعني المنظره. انا الطاسه جوه هي عندي جوه في الفرن والله، هحطها فيها على طول واصفيها. ده كده كان كل الحاجات اللي احنا اشتريناها النهارده، قولوا لنا بقى في الكومنتات. وده بقى الفيديو بتاعنا النهارده، وقولوا لابو جنى تسلم ايدك يا ابو جنى والله يخليك لام جنى. يا لهوي من كتر المشتريات هموت مش قادره بالفاتوره. نشوفكم ان شاء الله اهي عرفت انا هنشوفكم فيديو جديد على خير بامر الله. وبجد يا جماعه والله ما تنسوش اللي عايز محتاج الحاجات ديت باسعار كويسه واسعار بيكلم احمد في التليفون وهو يجيبها له على طول. التوربيني هناك في النزهه الجديده عنده كل الحاجات دي كلها واسعارها كويسه جدا والله هتفيدكم. يعني انا جبتها هي فعلا حاجات مفيده. والله بتاع ايه ده؟ بتاع اللب والتسالي. هجيب لك شويه جوه. لا ما تقولش تعززوا لب، لازم تشتروا ده عشان تعززوا لب. هو كده حرام عليك. ماشي يا بوكك. حطوا لنا بقى لايكات كتير او على فيديو النهارده كومنتاتكم الجميله. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا، ويخليكم ليا ويخلي يا رب كده كل حبايبكم، وربنا يكرمكم يا رب. واسيبكم بقى في حفظ الله واشوفكم فيديو جديد وتصبحوا على الف خير، واستنوا فيديو بكره بامر الله. واسيبكم في حفظ الله واشوفكم في فيديو جديد. انا خلاص فصلت. مع الف سلامه. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا ابو جنى.